مين فاكر شخصية حنفي في الفيلم ده؟ تعال نشوف سوا كده. انت عارفة ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المرة دي. خلاص هتنزل المرة دي. عايزين نقول ان انا هنزل كلمتي المرة دي، هكسر كلمتي، هرجع في كلمتي. ازاي نقولها اصلا؟ طيب والاهم من ده احنا عايزين نوصف حنفي. حنفي كان بيخاف من مراته، والشخص اللي مراته بتمشي عليه كلمته. ازاي نقدر نقول الكلام ده بالانجلش؟ اول حاجة عايزة اقول راجل قد كلمته، الشخص ده قد كلمته، اسمها man of his word. a man of his word. so محمد he's a man of his word. محمد is a man of his word. ده راجل قد كلمته. ممكن نشيل كلمة برضه man، وممكن نحط أصلا نقول كلمة woman، نقول a woman of her word. a woman of her word. a woman of her word. طيب بتلتزم بكلمتك، اسمها keep your word. keep your word. keep your word بمعناها التزم بكلمتك. طب وعكسها بقى اللي كان حنفي بيعمله، كان بيرجع في كلمته، كان بينزل كلمته، كان بيتراجع في كلمته. كلمة يتراجع في كلمته دي اسمها ايه؟ اسمها go back on his word. he always goes back on his word. طول الوقت بيرجع في كلمته. وممكن نقول breaks his word. breaks his word بيكسر كلمته. he always breaks his word. طب بالنسبة للراجل اللي بيخاف من مراته، اللي هو شخصيته ضعيفة، اللي هي بتمشي كلمتها عليه، ده نوصفه ازاي بالانجلش؟ بنقول عليه henpecked. henpecked. henpecked ده expression احنا بنستخدمه بالانجلش عشان اقول الشخص ده شخصية ضعيفة أو بيخاف من مراته، فبنقول إيه؟ he's henpecked. he's henpecked. ولو حد فيكو الليسننج بتاعه قوي هيلاحظ إن أنا قلت henpecked. henpecked ما قلتش الأن أصلا، ده أنا قلبتها ام. واخد بالك ليه ولا لأ؟ هنا في قاعدة عندنا صغيرة اسمها قاعدة assimilation. لما صوت الأن بيجي معاه صوت البي، الاتنين بيتغيروا خالص وبيقلبوا صوت أم، فأقول henpecked. طب والإي دي نطق إزاي؟ خدت بالك وسمعت؟ henpecked. henpecked. صوت التي. فقولي النهاردة طلعت بكام expression جديد؟ كنت عارف ازاي نقول شخصيته ضعيفة أو بيمشي ورا مراته؟ كنت عارف ازاي نقول يكسر كلمته أو يحافظ على كلمته ويلتزم بكلمته؟ شارك الكلمات الجديدة اللي اتعلمتها معايا النهاردة في الكومنتس. ولو حابب ان انت تتعلم اكتر وتدرس عن طريق الكوميكس، الافلام المصرية، الافلام الاجنبية، عن طريق الشادوينج، عن طريق الكونفرسيشن، او تنضم الكورس السيمي برايفت اللي بيكون معاك من 2 أو 3 اشخاص بس، فانت لازم تسيب كومنت او تبعت مسج عشان تعرف كل الديتيلز.